بتاعتك الجميله والبن بتاعك والسكر بتاعك، وتعالى وانا اقول لك ازاي تعمل احلى فنجان قهوه. اجدع كافيه مش هيقول لك على السر ده. هتاخد معلقتين من البن بتاعك الجميل، وبعدين هتاخد السكر زي ما انت عايز. وصدقني السكر ما بيعملش اي حاجه في القهوه الا لو كان راح لحد واشتكى له. السكر مضر بس ما بيأثرش في القهوه. وبعدين هنحط الميه بتاعتنا، هنكمل هنحط حوالي ربع الكوبايه الفنجان كده، بص ربع الايه الكنكه. وبعد كده هندي لها تقليبه، قلبها كويس جدا. وبعدين على نار هاديه خالص، وانزل بالكنكه بتاعتك، اتقل دقيقه وادي لها تقليبه. وبعدينك ابدا زود في الميه وانت بتقلب، زود وانت بتقلب، ودي ريحتها بدات تظهر اصلا. اتقل بقى عليها دقيقه ونرجع تاني لما تستوي نفرغها لكم. بدات تستوي بقى، فهننزل نص فنجان القهوه كده. شايف القهوه اصلا نازله ريحتها حلوه قوي. هنبدا ننزلها تاني ومش هنسيبها بقى تفور عشان ما تغليش مننا، لا هي قبل ما تبدا تستوي تاني كده هنبدا ننزل بقيه الفنجان. شايف انت الفنجان نازل عامل ازاي؟ بجد كريمي جدا. القهوه دايبه يا جدعان، وشها حلو جدا، القوام بتاعها متماسك كله، بجد تحفه ودايبه في بق الواحد كده. انا هنا استخدمت برازيلي وكولومبي في الخلطه دي بس، فتخيل ان الوش والقوام ده طالعين من البرازيلي والكولومبي، وده الرق على طريقه عمايل القهوه. فما تنساش تقول لي انت قهوتك ايه في الكومنتات، وعايزنا نعمل لك ايه تاني.